يا صباح الورد والفل والياسمين وكل حاجة حلوة على أجمل متابعين في الدنيا. ده كان أول يوم العودة للدراسة في النص التاني، طبعا ده كان بعد الولاد ما نزلوا بقى. قلت أروق على نفسي شوية. هنشوف النهاردة عمر عمل فين ايه وهو رايح المدرسة. طبعا يعني ربنا يهديه يا رب، مش هنقول أكتر من كده. وصباح الورد والسكر عليكم. طبعا كان صاحي، وبما إنه صاحي ففضل يضحك. كل ما بابا يصحيه يضحك، كل لما بابا يصحيه يقعد يضحك، لكن هو اصلا كان صاحي. الحمد لله امبارح كنا راجعين من بورسعيد وكان نايم بدري. ده اللي فادنا شويه، ده كان بيدوخنا طبعا علشان يصحى. قوم يا عمر طيب، قوم يا عمر طيب. عارفين بقى يعني إيه اعيط طب اضحك شويه طب اعيط شويه، فهو متردد. طب يلا نصورك يا عمر، طب يلا قول بقى يلا. طيب يا بابا انا صح اهو، ويرجع ينام تاني. طبعا عمل فينا عمايل كتير، لانه طبعا من النوع اللي مش بيحب يصحى، مش بيحب يروح المدرسة، بيدوخنا جدا. عائلة البيض والبطاطس، انا عندي عمر وعلاء مش بياكلوا اي جبن خالص، بيض، عايشين على البيض والبطاطس المقلي. بخلاف سما طبعا هي الوحيدة اللي بتاكل جبن عندي، ومش اي جبنة، يا رومي يا بلاش. حضرت لهم الفطار. طبعا ما كنتش لسه لبست عمر، قلت اجهز الفطار الاول على ما عمر كده يفوق. ابو عمر هنا كان تقريبا بيصور البيت بالشقلوبة. باي يا عمر انت خلي بالك من على الشقلوب. وسما طبعا كله صاحي، دماغه مقفل، فعماله سايس يلا يا عمر يلا يا عمر يلا حبيبي عشان نلبس. حاضر يا ماما بلبس اهو حاضر. طب يلا نصور، شوف عمر شاطر ازاي وهنصوره. يقولي طيب، طب قول باي. حاضر يا ماما. يعني في النص كده عايز يعيط، عايز ينام، بس بنعديها. هنا سما طبعا النشيطه اللي في البيت كله، اللي خلصت اول واحده فينا. كان ماسك حاجه غريبه كده في ايده، باين كان نايم بيها من امبارح بالليل. المهم ربنا هداه وقعدنا نلبس. طبعا الفيديو ده كان مش في دقايق كده، ده الفيديو ده كان في ساعة على ما سي عمر فاق. هنا بقى بنلبس الشراب والحذاء، وكان لبس كله. والعقل الباطل عند عمر تقريبا كان نايم. يلا يا عمر حاضر يا ماما، يلا يا عمر حاضر يا ماما. شوفوا يعني اسد بيتاوب. قلت لها يا سما والنبي الحقينا يا سما بحبة ميه سقعانين. وفعلا كان عايز ينام يعني، مزمزق كده. طبعا الميه كانت سقعانه على وشه، ما كانش طايق حد. ازاي ميه سقعانه ولا لسه صاحي؟ يعني صعبان عليه ان هو يعني يغسل وشه كده ويفوق، عايز يرجع ينام تاني. قلت اعمل سندوتشات. زي ما قلت لكم ما عنديش حد بياكل جبن الا سما. علاء بطاطس والبيض المقلي بس، وعمر بطاطس وبيض مقلي. وانا مش هقوم الصبح طبعا اقلي بطاطس. قلت لهم احنا لسه الصبح، مشيها بيض باللانشون وخلاص. تاكل بيض يا عمر بس باللانشون؟ قال لي حاضر يا ماما. اكل واحد يا ماما. اخد سندوتش، قلت له افطر يا حبيبي. طبعا عارفه ان هو مش هيفطر، بس عمال يعكس فيها وخلاص. لكن سما دايسه في الرومي دايسه في الرومي مع البيض. النهارده علاء ما كانش رايح المدرسه، لان طبعا النهارده السبت. فعمر بس اللي كان رايح المدرسه، هو وسما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا خلصت السندوتشات بتاعه سما، وهنا عمر كان خلص. كنت عايله طبعا الحاجات الحلوه في الشنطه. غسلت له وشه كده على السريع وسرحت له شعره. ايوه كده يا عمر، شاطر شاطر يا عمور. كنت عماله يعني اسايس فيه كده علشان ينزل. وحبه برفان لعمر عشان يبقى ريحته جميله وهو نازل. بوسه لماما. كده عمر خلص ونام تاني. ابو عمر طبعا لبس عشان هو اللي بيوديه المدرسه، عامل زي اللي خطفه. هنا بعد الولاد ما نزلوا طبعا عملت كوبايه كابتشينو، وقلت اروق على نفسي كده، اكل سندوتش وانام شويه على بال ما عمر يرجع تاني. طبعا اكلت السندوتش وشربت الكابتشينو، حسيت ان انا بقى فقت خلاص. وصباحكم زي العسل، وكل سنه وانتم طيبين يا رب. مش لاحقه نفسي باكل برضه.